القادم على تركيا لا محالة. هناك توازنات إقليمية ممتدة ما بين من باكستان إلى تركيا في اللحظة الأخيرة، وعادت فيها الطائرات الإسرائيلية بأمر من نتنياهو من الأراضي الإيرانية، كان هدفها ضرب رموز النظام الإيراني. أنا أعتقد بأنه سيتم استبدال أحمد الشرع في الفترة القادمة بأول. طيب، أسعد الله مساءكم جميعا كل الأخوة اللي موجودين معنا في اللايف. رح نتحدث الآن عن القسم باللغة العربية، وهام للغاية جدا. أيضا في كتير من الناس اللي عم تسأل دائما شو اللي صار بين ترامب وأردوغان، وهل ما تداوله الإعلام حقيقي ولا مو حقيقي. أنا بدي أقول نقاط، ودائما كنت أتحدث مسبقا عن هاي المواضيع قبل اللقاءات، لكن الأيام اللي فاتت بسبب ظروف خاصة ما كنا نفتح كتير، فراح أحكي لكم شو اللي صار من وجهة نظري. برجع بعيد كلام هام للغاية. كل ما أتحدث به وتحدثت فيه خلال السنوات اللي فاتت كلياتها هي وجهة نظري الخاصة والحصرية، ولا تمثل أي جهة لا من بعيد ولا من قريب. كل ما أتحدث به باللغتين الكردية واللغة العربية هو يمثلني شخصيا ووجهة نظري الخاصة، ولا تمثل لا جهة لا حزبية ولا جهة إعلامية ولا جهة فكرية، لا من بعيد ولا من قريب. طبعا التقى مثل ما قلنا لكم أردوغان وترامب. كل هم أردوغان كان أنه يعود إلى تسليح تركيا. ما ذكر في لا شرق الفرات ولا غيره ولا أي شيء. كل همه أنه يحصل على الأسلحة المشابهة اللي حصلت عليها إسرائيل مسبقا، وهذا الأمل الوحيد أنه يضمن له أنه يصير متكافئ القوى مع إسرائيل في المنطقة، وراح يعطي انطباع ونوايا حسنة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لتركيا بأنه ما في مؤامرة ضد تركيا. وهذا ما كان يسعى إليه أردوغان، فطالب بشكل واضح وصريح بتسليحه وإعادة صفقة الإف 35 حتى لو رمى بالإس 400 اللي أخذها من روسيا في البحر، ما في مشكلة. 3 مليار دولار تروح في البحر، ما عنده مشكلة فيها نهائيا. المهم أنه تعود صفقة الإف 35 وصفقات الصواريخ وصواريخ الباتريوت. لكن هل التحليل هل سيعطيه ترامب ما يريد؟ طبعا هذا القرار هو قرار استراتيجي وليس قرار ترامب. حتى لو حاول ترامب انه يعطي وكذا، هذا راح يسوي خلاف كبير ما بينه وما بين الكونغرس، وهذا راح يؤدي الى مشاكل كثيرة لترامب نفسه. ومستحيل اسرائيل تقبل، واللوب اليهودي اللي موجود في الولايات المتحدة الامريكية، انه يقبل انه ترامب يعطي أو يبيع هذه الأسلحة لتركيا حتى ولو دفع ثمنها كلها كاش. يعني أردوغان مستعد يبيع تركيا جزء من تركيا لكن يحصل على هذه الأسلحة. لكن العقلية الناس اللي فهمت ترامب على أساسه هو رجل أعمال وتاجر فقط يبيع لكل الناس ويقبض مصاري، هاي عقلية غلط. ترامب ليس عقلية التاجر اللي حكم قبل، وأنا وضحت هذه الأمور بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت، 1.5 سنة تقريبا، في محاضرتين 3 تحدثت لكم فيها عن اليونان ومحاولة محاصرة تركيا وقتها. تحدثت فيها عن قبرص وقبرص الجنوبية وقبرص الشمالية وإعادة تسليح قبرص مقابل الشواطئ المقابل لتركيا. وهذا الموضوع
ما أعتقد في وسائل، لسه ما كانوا السياسيين مفكرين بالأساس إنه يسلحوا قبرص واليونان ويصير اتفاقات إسرائيلية يونانية. وبعدها بشهور شفنا اتفاقيات الأسلحة اللي حصلت ما بين اليونان وإسرائيل حصرا، وحصلت اليونان على أنواع أسلحة ما كانت خلال 70 سنة اللي فاتت تحلم أنه تحصل عليها اليونان. في تقرير رح نقرأه من النائب الأمريكي كريس باباس، ومن خلاله رح يتضح لنا بعض الأمور. النائب الأمريكي كريس باباس: الكونغرس يحبط طموحات تركيا بشأن طائرات F-35. مع أنه لسه يوم امبارح قلت امبارح كان اللقاء، وحصل أنه ترامب قال له رح ننظر بهذا الموضوع، موضوع أنه نعطيكم F-35 وغيره وغيره. قال النائب الديمقراطي الأمريكي من أصل يوناني كريس باباس في مقابلة مع صحيفة تانيا وينت: الشراكة بين الولايات المتحدة واليونان ستستمر إلى ما بعد التحولات السياسية. في خضم منعطف جيوسياسي حرج مع تركيز الاهتمام العالمي على التصعيد المتقلب في الشرق الأوسط، يعلق النائب الديمقراطي اليوناني الأمريكي كريس باباس على خطط السياسة الأمريكية للشرق الأوسط ودور اليونان في ولاية ثانية محتملة لترامب. النائب البالغ من العمر 50 عاما من نيو هامباشر، والذي أعلن الآن ترشحه علنا لمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي، يقول لصحيفة صحيفة تانيا ويند أديتيشن أن صوت اليونان وصوت الجالية اليونانية في واشنطن لم يكن أبدا أقوى مما هو عليه الآن. من خلال العمل عن كثب مع زملائه الجمهوريين من أصل يوناني في مجلس النواب الأمريكي، وفي إطار الكتلة اليونانية التي تعمل بنشاط على تعزيز المصالح اليونانية في مركز صناعة القرار في واشنطن. طبعا هناك تحالف ما بين اللوبي اليوناني واللوبي اليهودي، اللي هو أقوى لوبي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كل ما يتبناه اللوبي اليوناني الآن يتبناه اللوبي اليهودي، فقوة الضغط هائلة جدا بالنسبة لهم في الولايات المتحدة الأمريكية. من خلال العمل عن كثب مع زملائه الجمهوريين من أصل يوناني في مجلس النواب الأمريكي، وفي إطار الكتلة اليونانية التي تعمل بنشاط على تعزيز المصالح اليونانية في مركز صناعة القرار في واشنطن، خاض باباس سلسلة من المعارك في الكونغرس لمنع تركيا من المشاركة في برنامج الدفاع الأمريكي، وهو يؤكد الآن أن الباب لا يزال مغلقا أمام أنقرة في الوقت الحالي فيما يتعلق بشراء طائرات مقاتلة من طراز F-35. كما يؤكد أن الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية واليونان ستستمر إلى ما بعد التحولات السياسية، ويشدد بشكل خاص على المشاريع التجارية والطاقية الرئيسية IMEC وGSE، واصفا اليونان وقبرص وإسرائيل بأنهما الحلفاء الأكثر موثوقية للولايات المتحدة الأمريكية. يعرب باباس عن دعمه القوي لإطار التعاون الثلاثي، يعني ما بين اليونان وقبرص وإسرائيل، ويعرب عن أمله في أن يغتنم السيناتور ماركو روبيو الفرصة التي أتاحتها الرسالة المشتركة الأخيرة من وزراء خارجية اليونان وقبرص وإسرائيل لإعادة تأكيد التزام أمريكا بمستقبل المنطقة. ما مدى قوة صوت اليونان في الكونغرس اليوم؟ هل يجب أن تقلق بشأن اهتمام تركيا ببرنامج F-35؟ يعني الجالية أو اللوبي اليوناني. لم يكن صوت اليونان صوت الجالية اليونانية الأمريكية أقوى من أي وقت مضى في الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي. ازدهرت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية واليونان. إن تعاوننا المتزايد في قطاعات رئيسية بما في ذلك الدفاع والأمن الداخلي والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي هو دليل واضح على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية باليونان كشريك حيوي في تعزيز مصالحنا الأمنية العالمية المشتركة. هذا الدعم من خلال الحزبين واضح في الكونغرس، حيث أعطت مجلس النواب والشيوخ الأولوية لعلاقاتنا واستجابتا بحزم للأفعال التركية، مثل فرض عقوبات على KA
TSA ردا على حصول أنقرة على أنظمة الصواريخ الروسية S-400، وهي شركة تركية اللي تقوم بتمويل الجيش التركي بالسلاح. ففرضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات بعد صفقة S-400 الروسية. كما تم استبعاد تركيا من برنامج F-35 بسبب مخاوف ذات صلة لم يتم حلها بعد، وأتوقع تماما أن يعارض الكونغرس عودتها ما لم يتم معالجة هذه القضية بشكل جوهري. ماذا يمكن أن يكون الدور الجيوسياسي لليونان خلال ولاية دونالد ترامب الثانية؟ ستواصل اليونان دورها كحليف موثوق وديمقراطي في مفترق طرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تماما كما فعلت في عهد ترامب الأول وإدارة بايدن، تضمن قيمنا ومصالحنا المشتركة، دعم الديمقراطية والاستقرار الإقليمي والسيادة وتنويع مصادر الطاقة. أن الشراكة بين الولايات المتحدة واليونان ستستمر إلى ما بعد أي تحول سياسي، سواء كان ذلك في تعزيز الأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط أو تعميق العلاقات الاقتصادية أو مواجهة النفوذ الاستبدادي. فقد أحرزت الولايات المتحدة واليونان معا تقدما ملموسا، وأعتقد أن يستمر هذا الزخم. هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستدعم اليونان وقبرص وإسرائيل GSE تحالف الثلاثي، أو ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا EMEC؟ طبعا هي جزء من ذاك المشروع اللي تحدثنا عنه مطولا في السنوات اللي فاتت. كيف ترد على التكهنات بأن اليونان قد يطلب منا قريبا طرد الصينيين من ميناء بريابيوس؟ في ميناء الصين اشترطوا في اليونان اسمه بريابيوس، اشترطوا الصين. على الرغم من أنني لا أستطيع التحدث عن العمليات السياسية الداخلية للإدارة، إلا أنني أؤيد بقوة جهود الولايات المتحدة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع حلفائها، وهذا مهم بشكل خاص عندما يقلل من اعتمادنا على الطاقة التي توفرها أطراف معادية محتملة أو جهات غير موثوقة تسعى إلى استخدام الطاقة كسلاح لتقويض مصالح الولايات المتحدة وأمن شركائها. من الضروري التأكيد على أن المشاريع مثل IMEC و GSE لا تقتصر على اليونان فحسب، بل تشمل قبرص وإسرائيل، وهي 3 دول من بين حلفاء الأكثر أهمية وموثوقية في المنطقة، وتلعب دورا رئيسيا في تأمين الطاقة والاستقرار الإقليمي من البلقان إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شمال إفريقيا لا تنسوها. أما بالنسبة لميناء بريابيوس فليس لدي علم بخطط الإدارة. أنا أؤيد زيادة مشاركة الولايات المتحدة واستثمارها في اليونان، لكنني لا أعتقد من حقنا أن نملي على الحكومة اليونانية كيفية التعامل مع شؤونها الداخلية. هل هناك إمكانية لإحياء نموذج 1+3 الذي يضم اليونان وقبرص وإسرائيل والولايات المتحدة؟ هل سيأخذ وزير الخارجية مارك روبيو في الاعتبار الرسالة التي تلقاها مؤخرا من وزير خارجية هذه الدول الثلاث منذ إنشائه في عهد وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو؟ تم تعزيز إطار 3+1 وتعميق مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة. لقد دعمت باستمرار توسيع مشاركة الولايات المتحدة في هذه المبادرة، وآمل أن يغتنم السيناتور روبيو الفرصة التي تنتهجها الرسالة المشتركة من حلفائنا. توفر الرسالة فرصة للولايات المتحدة لإعادة تأكيد التزامها طويل الأمد تجاه الشرق البحر الأبيض المتوسط، وإرسال رسالة واضحة إلى الحلفاء والخصوم على حد سواء بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمستقبل المنطقة. هنا بيضة القضبان في عظمته. طبعا أنا بعرف أن المصطلحات كثيرة ما راح يكون دقيقة. يعني المشروع الهندي اللي يوصل إلى إسرائيل ومنه إلى اليونان ومنه إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية اسمه MEC، مشان تعرفوا المصطلحات. التحالف هو اسمه غريكلاند إسرائيل قبرص وإي إسرائيل GSE. هذا تحالف اللي حصل ما بيناتهم. ستنضم الولايات المتحدة الأمريكية وانضمت إليه بالأساس هو، وهذا سيجعل طبعا طموحات أردوغان أدراج
الرياح في الفترة القادمة، وراح يبلش مثل ما قلنا لكم بعد سنة الحصار اللي راح يصير من تركيا من الناحية الغربية هنا. وهذا المشروع إذا بده ينجح لابد من تحطيم تركيا، نعم، تقسيمها وتحطيمها لحتى هذا المشروع ينجح، لأنه تركيا راح تكون هي العائق الأكبر لكل المشاريع الاقتصادية اللي مرسومة للمنطقة، وهذا أمر هام للغاية راح نشوفه. طبعا كتير شفنا بالأخبار أنه تركيا طبعا، وهذا كان يستخدموه الأتراك في كل الصحافة تبعيتهم، أي لقاء ما بين أردوغان أو تليفون ما بين أردوغان وترامب يستخدموه مباشرة على شرق الفرات أيضا بحرب خاصة، أنه ترامب وافق وأردوغان طلب منه أنه يحل قوات سوريا الديمقراطية وأنه ينسحب وما بقى يكون لهم دور ويندمجوا مع الحكومة السورية، ومن هذا الكلام اللي بنشوفه دائما. لكن كل هذا الكلام هراء وليس له أي أساس من الصحة بتاتا. ومثل ما قلنا لكم أنه الدور قادم على تركيا لا محالة. هناك توازنات إقليمية ممتدة ما بين من باكستان إلى تركيا. والمشروع الآخر اللي رح نتحدث عنه هو المشروع طريق الياباني إلى إيران، وهذا يتطلب تغيير الأنظمة الموجودة في تركيا وإيران أيضا خلال الفترات القادمة. المشروع قائم، ممكن يستغرق سنين 3 4 5 لا أعلم مدته. ومثل ما قلنا لكم الاتصال اللي حصل ما بين نتنياهو وترامب في اللحظة الأخيرة، وعادت فيها الطائرات الإسرائيلية بأمر من نتنياهو من الأراضي الإيرانية، كان هدفها ضرب رموز النظام الإيراني. لكن ترامب له وإدارته لها نظرة مختلفة تماما، أنه تغيير النظام الإيراني في الوقت الحالي سيلخبط الأوراق بشكل كبير جدا في الشرق الأوسط، خصوصا ليست هناك معارضة جيدة أو معارضة قوية تستطيع أنه تستلم الحكم في إيران. وطبعا كان في مطالب أوروبية أيضا بأنه ما يسقط النظام الإيراني في الوقت الحالي، خوفا من تدفق اللاجئين بأعداد بالملايين، ودولة مثل إيران فيها عدد كبير جدا حاليا، أنه يتدفق اللاجئين إلى أوروبا إلى أن يلاقوا حل بتنظيم بإسقاط النظام الإيراني بطريقة، يا أما بطريقة تكون سلمية واللي تحدثت عنها سابقا، يا أما بناء أو إعادة تنظيم صفوف المعارضة والاعتماد على الثورة داخل إيران. هل ممكن أنه يحصل في إيران ثورة تقلب نظام الحكم الموجود فيها؟ في الوقت الحالي أستبعد هذا الموضوع، لأنه أساسا المعارضة الإيرانية مشتتة بشكل كبير جدا وليست قوية، ولا يوجد إجماع ما بين المعارضة، وهذا الخطأ الفادح اللي وقع فيه المعارضة، لأنه هي متعددة الأشكال. شفنا نحن المعارضة الليبرالية اللي تعتمد على مجاهدين خلق إيران، وفي المعارضة الإسلامية وأحزاب كثيرة من السنة اللي موجودين داخل في إيران أيضا محسوبين على الحركات الإسلامية. ولدينا رضا شاه البهلوي الثاني اللي يمثل جزء من المعارضة، وفي الأحزاب الشيوعية أيضا اللي تطمح أيضا الحصول على السلطة، وهذا أمر أيضا خطير للغاية. أيضا في أحزاب شيوعية كثير كمان تتحرك في داخل إيران أنه هي اللي تكون للبديل. عدم وجود معارضة موحدة ومؤتمر واحد للمعارضة أنه يستلم بديل لإيران من بحيث ما تحصل اضطرابات كبيرة جدا في داخل إيران، هذا يحتاج إلى وقت لإعادة تنظيم صفوف المعارضة. هلا في ناس بدها تقول لي أنه يعني ممكن إسرائيل ترجع تضرب مرة ثانية. نعم، في حال ضبط المعارضة وتكون هي بديلة للنظام بشكل سريع، ممكن يكون التخلص من النظام الإيراني بشكل عسكري، لكن ليس بالمرحلة اللي موجودة حاليا. احنا نعرف أنه
استغرق النظام العراقي حصار ما يقارب 13 عام، يعني من عام 1990 إلى العام 2003. واستغرق النظام السوري وإنهاكه حتى تبديله، سواء كان مو بطريقة مختلفة، حتى ما يقارب أيضا 13 عام. يعني ممكن النظام الإيراني يستغرق أيضا 10 أعوام و12 و13 عام آخر في الحصار وإنهاكه لحتى يقلب نفسه من الداخل. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية استفادت من تجاربها السابقة بشكل كبير جدا، وما بدها تورط نفسها بحروب برية في دول الشرق أوسطية. يعني عندها أفغانستان كان أكبر تجربة ثانية كانت في العراق، وفي سوريا أساسا ما تدخلت، وعملت بطريقة سلسة جدا على إسقاط نظام بشار الأسد واستلام الحكومة الموجودة حاليا اللي مؤقتة وراح ينتهي دورها قريبا. وهذا أنا شايفه هيك. كمان جابوا أبو محمد الجولاني كمرحلة مؤقتة، وأعتقد أنه راح ينتهي دوره حسب القوى العالمية اللي بتفكر بشكل موسع. دور أحمد الشرع واضح جدا، توقيع على كل الاتفاقيات التي ما كان يجرؤ بشار الأسد ومن قبله حافظ الأسد على التوقيع عليها، والدخول بالاتفاقيات الإبراهيمية كلياتها. وأنا قلت لكم ميزوا ما بين أحمد الشرع وتنظيمه. طبعا هل سيقبل تنظيم أحمد الشرع ببراغماتية أحمد الشرع وانقلابه من الفكر الإسلامي الراديكالي أو السلفي الجهادي إلى الفكر الديمقراطي يدخل فيها باتفاقيات الإبراهيمية؟ على فكرة الاتفاقيات الإبراهيمية هي اتفاقيات دينية أيضا، عشان تعرفوا، ليس فقط اتفاقيات جغرافية أو اقتصادية أو تقسيم خرائط في المنطقة، لا، هي مع ذلك أيضا اتفاقيات دينية. يعني على أحمد الشرع تغيير الدين الإسلامي إلى الديانة الإبراهيمية، وهذا ما تعمل عليه الإمارات أيضا، لأنه هي داخلة بالاتفاق الإبراهيمي اللي مستلم المشروع الديني ككل. هل سيسمح الراديكاليين اللي محسوبين على تنظيم القاعدة لأحمد الشرع بتغيير الدين الإسلامي بشكل كامل في سوريا والدخول باتفاقيات تغيير الدين اللي هي اتفاقيات إبراهيمية؟ أنا لا أعتقد أن ينجح أحمد الشرع، وأنا أعتقد بأنه سيتم استبدال أحمد الشرع في الفترة القادمة. وأعتقد أنه بعد قص كل الأذرع الإيرانية اللي موجودة لسه عنده وقت أيضا، لكن الأتراك هنا يلعبون على حبل تثبيت أحمد الشرع. فبنشوف نحن هاي الحرب الخاصة اللي بتقود فيها الأتراك على سوريا بشكل كبير جدا. طبعا الأتراك أخذوا الإنذار أنه ممنوع يعملوا قواعد داخل تركيا، وشفنا إحنا كل شيء، مشاريع كانت تحلم فيها تركيا توقفت، لم يعد يتحدثون إلا عن أمور تافهة وبسيطة، توليد كهرباء، مولدات، غير هيك شغلات كذا، ما في مشاريع تركيا نهائيا. جاء الأمر لتركيا بأنه لن يسمحوا للأتراك بإقامة أي مشاريع لا عسكرية ولا اقتصادية داخل سوريا. ومع ذلك يقوم المخابرات التركية والميت التركي بمد أذرعه الاستخباراتية في كل مؤسسات الدولة السورية حاليا. هذا أمر واقع، واللي عايش في سوريا يعرف هذا الكلام تماما. فتحولت الدولة السورية من دولة مؤسساتية إلى دولة شيوخ. الآن إذا بتمشي في سوريا في أي مكان أو أي مدينة يقول لك لازم ترجع للشيخ. فتحولت سوريا من دولة إلى دولة الشيوخ، لأن يحكمها الآن الشيوخ والولاة. يعني كل منطقة يحدد لها شيخ، وهذا الشيخ هو اللي يحكم المنطقة كلها. فيحاول التنظيم الراديكالي اللي هو تابع لفكر القاعدة بالأساس إلى تحويل سوريا إلى إمارات إسلامية، ويكون في شيخ إسلامي هو اللي يدير كل المناطق. فبتشوف أنت بتسمع من الناس والله رحنا لعند الشيخ، لازم موافقة الشيخ ولازم نجي. يعني كل الأمور بالأحوال المدنية،
الزراعة، بالاقتصاد، بكل شيء يجب عليك العودة إلى الشيخ. فتم تحويل سوريا إلى إمارات شبه إسلامية يحكمها الشيخ. وهذا واضح أنه إلى أين ذاهبة سوريا في الفترة القادمة. بقاء أبو محمد الجولاني في سدة الحكم في سوريا ما هو إلا ترسيخ لانقسام سيحصل في سوريا قريبا، لا يمكن. ومن المستحيلات ومن البديهيات في العقل السياسي لأي قارئ صحيح للسياسة أنه يرى أنه ممكن أبو محمد الجولاني يتحول فعلا إلى أحمد الشرع، وأنه هو يصبح دولة ويحكم سوريا وتكون سوريا كلها واحدة. بالأساس هو لا يحكم إلا ربع سوريا حقيقة، الساحل خارج سيطرته، في أيادي خفية في الساحل وأكثرها روسية، بغض النظر عن الجرائم اللي عم تحصل بالطائفة العلوية. هذا ما بيهم الدول العالمية عشان يعرفوا يعني، لأن هنا بالسياسات الدولية وكذا ما في مبادئ وما في أخلاق وما في المسائل الإنسانية. أنا أرجع أسأل سؤال واحد وبسيط للغاية. كان في لجنة تحقيق بالنسبة للأحداث اللي حصلت في الساحل، شو صار باللجنة هاي؟ هل ذكروا مين المذنب؟ هل اعتقلوا ناس مثلا قامت بتلك الجرائم اللي حصلت في الساحل؟ ولا شيء. يخرج المندوب الأمريكي مرة أخرى بيقول لك نحن نحاول نساعد أحمد الشرع والدولة السورية مرة أخرى أنه يستطيعون يعني الوقوف على قدميهم. شوفوا بقول لكم شغلة، أكذب من الأمريكان في العالم كله ما في. واسألونا نحن الكرد. والأمريكان أساسا عم بيضحكوا على أحمد الشرع بشكل واضح وصريح، وبيوهموا الشعب السوري فعلا أنه أمريكا معاهم واقفة معاهم، لكن من دون أي فعل، كلام في كلام ليس له أي أساس من الصحة خالص. ما في غشيم بالعالم يقدر يصدق أنه إسرائيل تقبل أن تستبدل الأذرع الشيعية الخطرة اللي عليها على الحدود بشكل كبير إلى أنظمة راديكالية سنية أكثر خطورة من الأنظمة الشيعية نفسها. هل كان حزب الله أخطر على إسرائيل أم حركة حماس؟ حسب رأيكم أنتم. حماس أم حزب الله كان أخطر على إسرائيل؟ بالضبط. فلا يمكن أنه تقبل إسرائيل بأنه يكون هناك أحزاب إسلامية شو ما كانت، شيعية ولا كانت سنية، قريبة منها، قريبة من حدودها. مسألة أنه والله في اتفاقيات سلام، في اتفاقيات إبراهيمية كذا، هم ممكن يلعبوا لعبة واحدة، يعملوا أحمد الشرع فعلا شرعي ويجي بيوقع الاتفاقيات هاي مع إسرائيل واتفاقيات دولية. أعتقد أنه إسرائيل حتى مو محتاجة هاي. إسرائيل بالأساس تضرب بكل الاتفاقيات وتضرب بكل القوانين الدولية بعرض الحائط، وما بتهمها الأمور هاي كلياتها. فاللي بيتحدث بنبرة أنه والله أحمد الشرع راح يوقع اتفاقيات مشان يعطي إسرائيل شرعية وياخذ اتفاقية سلام، إسرائيل لا تحتاج لا أحمد الشرع ولا الاتفاقيات تبعيته، وما بدها أساسا سلام ولا تحتاج هذا السلام، لأنه ما أنا خايفة من حدا أبدا. وهذا حقيقة يعني، مشان تعرفوا أن العرب أضعف وأوهن بشكل كبير جدا أنه إسرائيل تحتاج إلى اتفاقيات سلام معهم، لا تحتاج. وراح نشوف
البدء بعمل المشاريع الأخرى اللي هي راح تمتد من شمال أفريقيا، لأنه شفنا بالتقرير أيضا، قلت لكم حطوا تحتها خطين، المشاريع الاقتصادية اللي راح تمتد من القوس الآخر من شمال أفريقيا إلى إسرائيل. وتحدثت عن هذا في حلقات طويلة سابقا، راح نرجع نعيد هاي الأمور. لدينا قوسين، أو لدينا 3 طرق رئيسية. الطريق اللي جاي من اليابان عبر إيران إلى العراق أو كردستان العراق ومنه إلى شرق الفرات، والدخول إلى البادية السورية ومنه إلى إسرائيل، وهذا سميناه طريق داوود. وما استكملت الجزء الآخر راح أكمله خلال الأيام القليلة القادمة، وهي أول مرة أكشف هيك من اليابان. الطريق اللي بيجي من شمال أفريقيا، وكل البضائع الأفريقية والغاز والبترول اللي موجود في دول أفريقيا إلى شمال أفريقيا، ليمر بطريق الأنبوب الأفريقي، منه أيضا من شمال أفريقيا إلى إسرائيل، ومنه أيضا إلى اليونان، قبرص واليونان، وإلى أوروبا. وعدا دول القفقاز اللي فيه مشروع آخر أيضا، وهذا بعيد شوي، اللي راح يعملوا عليه. يعني راح تكون هناك شبكة اقتصادية كلياتها راح تكون نقطة ارتكازها في إسرائيل، خصوصا ميناء حيفا وميناء غزة. وتحدثنا عن هذا الموضوع مطولا، لكن خلال الفترات القادمة راح نقوم بشرح هاي النقاط كلياتها بتفصيل أكثر، مع أني شارح قبل سنوات عديدة جدا. إلى هنا نكون نهينا الحلقة اليوم، على أمل أنه تكون حلقات في الأيام القليلة القادمة بشرح مفصل أكثر لكل هاي المشاريع الاقتصادية اللي عم ترسم للمنطقة كلياتها.